الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله العزيز القهار، هازم الطغاة والفجار، وناصر المستضعفين الأخيار. اللهم تقبل شهداءنا، واشف جرحانا، وآوي أيتامنا، ورد إلى ديارهم مشردين. لقد عاش الشعب الأبي فترة تحت ظل الاستبداد والظلم التي لم يعلم مثلها في البشرية من قبل، إذ مارس هذا النظام البائد صنوفا قبيحة من التعذيب والاضطهاد والتقتيل، وألوانا فظيعة من التشريد والاعتقال والاستعباد. ولكن لا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للظلم أن يندحر، ويأبى الله إلا أن يحقق قوله فينا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فما كانت إلا أياما لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، إلا وقد دك الله عز وجل عرش الطاغية، وأبدل الظلام نورا، والحزن الشديد فرحا كبيرا، وفتحا مبينا. يا شعب سورية العظيم، لقد سطرتم ملحمة الحكمة والصبر حين صبرتم على ظلم هذا الطاغية الطائفي اللئيم أكثر من 50 سنة. فلما طال الطغيان وعم الظلم شمرتم عن سواعدكم، فرفعتم رؤوسنا بشهامتكم، وأشمختم أنوفنا ببطولاتكم، فسطرتم ملحمة العزة والنصر. إنها والله لنعمة عظيمة، وإنه ليوم من أيام الله الخالدة، وإنه لفتح من الفتوح المجيدة. فلله الحمد أولا، وللمجاهدين الشكر ثانيا، وله الحمد أن لم يشاركنا في هذا الفتح أحد من غيرنا، ولم تسل فيه دماء. واعلموا أننا لم ننصر بقوتنا، ولا بسلاحنا، ولا بعددنا، ولا بشاهيننا، بل بفضل ربنا العزيز القهار. وما النصر إلا من عند الله. ثم بكتائب شعبنا المغوار، فانهزمت جنود الطائفين أمام الأسود قبل أن تراها، وتفرق جمعهم قبل أن تلقاها. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ولقد شارك في هذا النصر كل أم قدمت شهداء، وكل أرملة استشهد زوجها فآوت أيتامها وصبرت فنالت رضا ربها. ويشارك في هذا النصر كل من قدم مالا، كل من بذل جهدا، وكل من دعا في سائر أقطار الأرض. فلنمضي نحو مستقبل يسوده الوئام، ووطن يعلوه التعاون والتسامح، وشعب يقوم بالعدل والتعايش والسلام. ولنبدأ بناءنا بصفحات بيضاء مع الجميع، فسوريا تسع جميع الشرفاء من أبناء الوطن، كما كانت من قبل عبر تاريخها المجيد، قبل هذا الحكم الغاشم الذي نشر الطائفية وتبنى العنصرية. ورغم هذا الإجرام الفظيع، فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا في العفو والصفح والتسامح، كما عفى عن أهل مكة الذين آذوه، وكما أوصى أصحابه
بالإحسان إلى الأسرى الذين قاتلوه. وليعلم أن أعداء هذا البلد يتربصون به الدوائر، مستغلين هذه الحال الطارئة التي يمر بها وطننا الغالي. فلنكن على يقظة من مؤامراته بتوكلنا على ربنا، ثم بوحدة صفنا وتآلفنا وتعاوننا وتسامحنا وسداد أقوالنا وإتقان أعمالنا. فوالله وتالله لا يفسد الأمة ولا يفسد الشعب مثل ما يفسدها الاختلاف والتفرق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الشعب السوري الأبي، إن بناء بلد قد دمر جزءا كبيرا منه، وفقد عناصر كثيرة ذات خبرات عالية، لا يبنى بالارتجال ولا بالتصرفات الفردية التي لا تخلق إلا الفوضى المدمرة ولا تثمر إلا الفساد العريض. نسأل الله عز وجل أن يوحد صفوفنا وأن يسدد أقوالنا وأن يصلح أعمالنا وأن يعيننا على الصلاح والإصلاح ودحر الفساد، وأن يرزق عاجلا غير آجل أهل غزة الفرج والنصر، عاجل غير آجل. وإخواننا طبعا كلهم، وإخواننا كذلك في يمننا السعيد الذين نحن في شوق كبير لانتهاء هذه الفتنة على أراضيه، وأن يكتب لهم النصر على الغازين. ندعو الله لسوداننا الحبيب أن يكشف عنه الغمة وأن ينصر أهل الحق عاجلا غير آجل، وكذلك في ليبيا الحبيبة، وأن يفرج عنهم ويكشف أمتهم وينصر أهل الحق وأن يفرج عن الجميع، إنه سميع مجيب.